أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج شافت. أنا عمر السيد. تعالوا نروح مع بعض رحلة ممتعة ومفيدة في عالم السيارات. تعالوا نبدأ مع بعض بشافت نيوز، أخبار محليا وعالميا من عالم السيارات. من فترة كده طلعت نمبرز بتظهر آخر كل سنة لإحصائيات مبيعات السيارات وتوب 10 كومبانيز، كل شركة باعت قد إيه. ولفت نظري في إحصائية 2025 حاجة مرعبة جدا، أو let's say هي حاجة غريبة. تعالوا نناقشها مع بعض. دلوقتي شركة فورد باعت 4.4 مليون يونتس globally على مستوى العالم، هبطت للمرتبة السابعة. طب مين بقى طلع للمرتبة السادسة؟ guess what؟ بي واي دي. بي واي دي اللي بدأت سنة 2005 وبدأت سنة 2008 تنزل عربيات هايبريد كارز، ويحاولوا ان هم يجتهدوا ويطلعوا كشركة ناشئة. النهارده بتسبق فورد اللي هي من أقدم شركات السيارات في العالم، اللي عملوا الموديل تي، حرفيا من أولى السيارات اللي مشيت على الأرض. إيه النهارده اللي خلى شركات بي واي دي والشركات الصينية عموما تحتل الأسواق وتعمل نجاح رهيب وتبيع بملايين السيارات واليونتس؟ تعالوا نشوف إيه الاستراتيجيز اللي خلت بي واي دي تنجح وتنتشر بهذا الشكل وتتخطى شركات قديمة زي فورد. رقم واحد، التصنيع. ABC Business، الشخص اللي عنده قدرة انه يصنع. وهضرب لكم مثال بسيط: الراجل السوري اللي فاتح في شارعكم بيبيع سندوتش الفلافل ب 10 جنيه، حاجة كده حجمها حلو وبينافس. ايه اللي بيخليه يقدر يبيع ده ب 10 جنيه وفي حد تاني اخر الشارع بيبيع ساندوتش اصغر في الحجم وبنفس المبلغ؟ تفتكروا ايه؟ التصنيع. التصنيع هو كلمة السر اللي بيخلي التاجر يقدر انه يبيع باسعار حلوة واسعار مميزة. ان انت تبدا فروم سكراتش من غير ما تعتمد على سبلايرز كتيره، عكس المعروف في عالم السيارات. وكلنا شفنا مثلا مرسيدس مع رينو، وعندنا نماذج كتيره جدا بسبب ضغط الاسعار والاقتصاد العالمي. فطبعا بي واي دي لما يبقى مقفل السايكل على نفسه، ده غير ان الصين طبعا بتتوجه عامه عايزين يسيطروا على سوق السيارات ويصنعوه. فحتى لو حاجه ناقصه عنده، اخر الشارع عندي جاري بيصنع الحاجه دي. فطبعا الناس دي ما بتهزرش وشغالين على هدفهم على قدم وساق، وده اللي بيخليهم يعملوا اسعار مميزه جدا وقويه جدا. وده اللي يهم الناس النهارده، ان انا عندي عربيه رخيصه بتقدم لاكجري. العربيات الغاليه، الكراسي بقى الكهرباء والشاشات والمش عارف ايه، بس في نفس الوقت بسعر على قد الجيب. رقم اتنين، التنوعيه والانتشار. بي واي دي النهارده عاملين من اول العربيات الصغيره اللي تنافس السمارت لحد عربيات سوبر كار زي اليو 9 مثلا، وكل ده باسعار جميله جدا. بنتكلم يو 9 اغلى حاجه 300 الف دولار، بتنافس وبتكسر ارقام قياسيه على الحلبات، وقصه كبيره جدا وبتنط وهي بتجري. فهم ما بيهزروش في القصه دي. فورد مثلا فين في السوق المصري؟ فين في شمال افريقيا مقارنه ببي واي دي اللي بقت منتشره جدا في شوارع مصر النهارده؟ وعلى فكره معظم عربيات بي واي دي دلوقتي اللي انتشرت عربيات غاليه. قبل كده كانت عربيات بسيطه والسيمبل، حد شغال في حاجه مش عارف ايه. لكن النهارده حتى الناس اللي معاهم فلوس محترمه وبادجت كبير بيختاروا بي واي دي. اخر بقى بوينت في الاستراتيجي بتاعتهم من وجهه نظري هو تفوقهم في حته العربيات الالكتريك، اللي حتى فورد نفسها فشلت فيها. كلنا شفنا الاف 150 التراك الكبيره اللي كانت كهرباء، ما نجحتش في بلدها، ما نجحتش ولا في اي حته تانية نجحت. نفس الكلام برضو الفورد الموستنج الكهربائيه ما نجحتش. في حين ان بي واي دي كل عربياتها الكهرباء الناس حسوا ان هي منطقيه بالنسبه لهم، رخيصه لذيذه شكلها حلو وعمليه. عكس مثلا فورد اللي للاسف الشديد الاف 150 عربيه مثلا بيك اب، انا هحتاجها ليه كهرباء؟ الا اذا بقى انت اديتني نمبرز مش منطقيه بشحنه واحده تمشيني 15000 كيلو، ده مستحيل. فطبعا بي واي دي لعبت على حته الايه، ان انا بعمل عربيات كهرباء لزبونها. اللي عايز عربيه لاكجري موجوده، عايز عربيه اس يو في عائليه موجوده، عايز عربيه صغننه على قدك فيه. وده للاسف اللي فورد لما حاولت تعمله بوظوا حاجات تانية. يعني الموستنج الكهرباء دي انا بنزل عربيه لناس بيحبوا الماسل كارز، عربيه كهرباء مكببه، اقول لك يلا هي دي الموستنج. وده بيخلينا في نهاية الخبر ده نفكر مع بعض بصوت عالي: هل مستقبل عالم السيارات هيبقى صيني؟ المنصور للسيارات تتعاون مع جنرال موتورز عشان يفتتحوا أولى صالات كاديلاك بتوكيل رسمي في مصر. طبعا بنتكلم في 4 موديلز كهربائية نزلوا مصر فعليا،
وبدأ البيع. طبعا التوكيل موفر فول سيرفيسز ومركز صيانه وقطع غيار للعربيات الكاديلاك دي، فانت مش هتجيبها طبعا، هتتورط فيها. خصوصا كمان ان التوكيل ده عامل حركه جميله جدا، عامل في اي بي لاونج لخدمه الفي اي بيز. طبعا احنا بنتكلم في 4 عربيات، وهبدا معاك من الارخص للاغلى. كلهم الكتريك كاديلاك كارز، طبعا كلهم اسماء تحسهم حاجات ايه، اسماء ادويه شويه، ما اعرفش ايه الفكره. كل العربيات الالكتريك تلاقي OPTIQ، يعني تحس ان اللي بيعملوا الاسماء العربيات يوزر نيم تويتر ولا حاجه حطوا له، حاسس انه ممكن يبقى الاسماء كرييتيف شويه. اول عربيه توكيل منصور منزلها اللي هي الكاديلاك OPTIQ، بنتكلم في عربيه 440 حصان، 675 عزم النيوتن، وبنتكلم في رينج شحن 490 كيلو متر. العربيه دي سعرها 4 مليون جنيه. عربيه لذيذه وشكلها فيوتشرستيك، وانا اعتقد ان كاديلاك حسنت شويه الديزاينز بتاعتها عن قبل كده. العربيه اللي اعلى شويه LYRIQ، دي بادجت 5.5 مليون، والناس بتقارن العربيه دي في ادائها بالتسلا. عربيه سريعه وقويه وشكلها كمان حلو، بيقولوا ان الاكسلريشن بتاعها جميل جدا. طيب بنتكلم في 500 حصان ومدى الشحن 500 كيلو متر. طبعا العربيه دي اللي بيميزها ان هي مطعمه كده باللون الاسود وشكلها سبورتي شويه. تعالوا نروح للفئه الاعلى اللي بيقال عليها ان هي بيبي اسكاليد، اسمها VISTIQ، وده رينج سعر 6 مليون ونص. ولو مش عايز تركب اسكاليد دي هتبقى اوبشن كويس، وكمان بسعر احن من الاسكاليد بكتير. بنتكلم في 615 حصان ومدى الشحن بتاعها 500 كيلو متر. برضو العربية دي تعتبر عربية عائلية مميزة زي ما اتفقنا، وبيبي اسكاليد في نفسها، فبصراحة منافس قوي وأرقامها حلوة جدا. آخر عربية منصور نزلها في مصر كاديلاك اسكاليد IQ، الاسم الغريب ده كاديلاك اسكاليد. طبعا البادجت اللي بنتكلم فيها 12 مليون جنيه، بادجت شويه عاليه على عربيه من النوعيه دي. بنتكلم طبعا على فخامه اسكاليد المعهوده، بنتكلم في 750 حصان، عربيه صعب تنافسها في مكانها، مع رينج 700 كيلو متر للشحنه الواحده. والكاديلاك اسكاليد متربعه كده في حته في زون لوحدها. دايما العربيه دي تصميمها مختلف. انا بعتبر الاي كيو مش اسكاليد حقيقي، بقول عليها الابن الضال الاسكاليد، ولكن ستيل برغم ان هي كهرباء بس عربيه هيبه، حتى الكهرباء منها جميل جدا. عائله سويرس تستثمر في بوجاتي بعد ما بورش طلعت من شركه ريماك بوجاتي. شركه ريماك بوجاتي دي يا جماعه هي المسؤوله عن تطوير العربيات الهايبر كار اللي بوجاتي بتطلعها. ابحاث، محركات جباره، طبعا عشان تعمل بيطلع لك منتج نهائي شبه العربيه البوجاتي انت بتحرق ملايين الدولارات. وشركه بورش مؤخرا بتعاني في المبيعات بتاعتها، خصوصا بعد تحول المكان والكاين للكهرباء. اكتر عربيه بورش اصلا استفادت منها هي المكان والكاين. بورش اصلا في اول 2010 ولا 2007 كاين دي انقذت اصلا بورش من ظروف اقتصاديه صعبه، وده بيحصل النهارده برضه. فبورش بتعيد حساباتها من جديد، وعملوا تخارج كانوا نسبتهم 46% تقريبا في شركه ريماك بوجاتي. الخبراء بيقولوا انه خلاص بورش علاقتها بريماك نضجت، خلاص خدت اكسبيرينس، خدت فايدتي. فبصراحه انا عندي توجهات مختلفه تماما، عايز اركز على نفسي اكتر، كفايه كده على بوجاتي. بينتهز الفرصه عائله سويرس، وعن طريق تكتلات اقتصاديه بيخشوا ويحطوا نفسهم جوه الاستثمار الجديد ده. شركه جيلي واستون مارتن ماسكين بعض ضرب من سنه 2022 في المحاكم في UK. ايش جاب الشامي على المغربي؟ ايه الخناقه الغريبه دي؟ خير. جيلي عندها شركه تاكسي كهربائي في UK، استون مارتن بتدعي ان هم سارقين اللوجو بتاعهم، ولكن القضاء البريطاني بيحكم في صف جيلي، خصوصا ان جيلي عملت حركه صايعه جدا. بعد اول قضيه في 2022 جيلي راحت اشترت 17% من اسهم استون مارتن عشان يبقوا ثالث اكبر مساهم في العلامه البريطانيه الفاخره. الخبر اللي بعده، تويوتا تتعاون مع فولفو جروب عشان يشتغلوا ويعملوا ابحاث جديده على ما يسمى بالهيدروجين فيول. تويوتا بقى لها 30 سنه
عارف انت يعني 30 سنة شغالين على الفايل ده. وبالمناسبة شركة بورش برضه اشتغلت عليه فترة، كانوا بيحاولوا يعملوا القصة بتاعت الهيدروجين دي أو حاجة شبهه. المهم إن الموضوع ده معقد جدا، وكبرى الشركات بيحاولوا تحت السلم كده أو ما بينهم وبين بعض يجربوا. طبعا تويوتا مركزين قوي على حتة النقل الثقيل، وواضح إن هم وصلوا طريق مسدود. فطب يا فولفو تعالوا تعاونوا معانا. فطبعا فولفو بتنتج عربيات نقل محترمه جدا يعني. فاعتقد قريب هنسمع عن هيدروجين فيول، بنزين جديد من الهيدروجين مصنع ومخلق وفي جنبيه مواتير بتقبل هذا النوع من الفيول. طب ليه الصراع ده 30 سنه؟ هم مستفيدين ايه؟ طبعا دي باور جنب الكهرباء، جنب الهايبريد، وجنب البترول اللي بيتاثر باقل الازمات العالميه طالع نازل. فلما انا اقلل الاعتماد على كل ده هيبقى مصدر دخل ليا محترم جدا، وبقى فيه فرايتي وفيه اوبشنز. العالم ما وقفش بسبب ان البترول اتاذى، وكلنا شفنا الاحداث اللي فاتت. الهيدروجين فيول هل ممكن يبقى بديل البنزين العادي؟ الخبر اللي بعده شركه برابوس تنتج اولى سياراتها. لو ما تعرفش، شركه برابوس اصلا شركه تعديل، ولكن متخصصه اكتر في المرسيدس من الثمانينات، ومؤخرا البورش. فلما الناس دي تقرر تعمل عربيه، هيعملوا ايه؟ عربيه اطلقوا على اسم بودو، على اسم المؤسس وتكريما لذكراه. بنتكلم في عربيه ما يركبهاش الا فيلن ريتش وشرير جدا. العربيه دي يخت ماشي على الارض بقوه 1000 حصان، 1200 عزم نيوتن، يعني ممكن تقطع الاسفلت بالكاوتشات بكل حاجه. بنتكلم في تسارع 3 seconds من 0 ل 100، يعني غمضة عين كده هتلاقي نفسك في آخر الشارع. 77 عربية بس وبمليون يورو، يا بلاش. برابوس كشفت عن عربيتها في ليك كومو إيطالي، عربية مستوحاة من ديزاينز مرسيدس من وجهة نظري. وبالرغم من ذلك العربية دي اتعملت تاني من الصفر بشاسيه وفول بادي من الكربون. بنتكلم في V12 توين توربو، وعربية شيطانية بتجري على الأرض. نخش على الفقرة اللي بعدها، كار ادفايزر، نصايح من عالم السيارات يمكن اول مره تسمعها. لو العربيه سخنت منك على الطريق بشكل كبير جدا، ولاحظت ان العربيه فصلت منك، بليز سيبها على جنب، زقها، سيبها في حالها خالص، لان الانجن ده انقذ نفسه. دي حاجه جوه الانجن اسمها انجن بروتكشن مود. الشركات بتصنع العربيات بحيث ان هي لما تسخن قوي تفصل منك عشان ما تولعش في العربيه. فبليز لو العربية تسخن منك اعرف ان الفاصلة دي امان ليك، واهدى خالص لحد ما العربية تهدى، واهتموا بدورات التبريد، وما تقساش على عربيتك. لو معاك عربية الماني BMW او مرسيدس، وبنتكلم على الموديلات الحديثة قوي، وسلفت العربية دي لحد او حد في البيت بيستعمل العربية دي معاك، ولاحظت ان العربية مختلفة، نقلاتها مختلفة، حاسس انه العربية مش زي اول، عربية اجريسيف شوية، او فجأة تحس ان العربية ناعمة، ده اسمه ادابتيف ترانسميشن، موجود في العربيات الحديثة. بيتعامل معاك بطريقة محاكاة، بشوف سواقتك عاملة ازاي واحاكي السواقة بتاعتك. لو انت بتسوق بسرعة هبقى الاجريسيف بتاع النقلات اعلى، لو انا بسوق سوفتلي العربية هتديك بنعومة. المزعج في الموضوع ده ان انت ما تقدرش تتحكم في القصة دي، هو ادابتيف، هو بيشغل معاك كده. فمن وجهة نظركم هل ممكن نحسب دي عيب من العيوب ولا ايه القصه؟ الادفايس هنا ان انت ما تخافش وما تروحش تكشف كتير، عشان الاستغلال بيكون موجود في السوق في بعض الحالات. فما تقلقش خالص، ادي للعربيه فرصه، ولو رجعت زي ما كانت اعرف ان ده ادابتيف ترانسميشن. طبعا في طرق كتير تقدر تتاكد ان عربيتك فيها القصه دي او ما فيهاش، لان برضو اهمال الترانسميشن واي حاجه متغيره في العربيه ممكن بعدين يفتح معاك في كوارث كبيره جدا. فخليك ناصح واعرف عربيتك فيها ادابتيف ترانسميشن ولا لا، وما تديش عربيتك لحد يا عم، عربيتك ليك انت بس. This is my baby، محدش ياخدها. اخر فقره معانا في حلقه النهارده، كار هيستوري، تاريخ عالم السيارات. تعالوا نعرف عنه اكتر. العربيه اللي عايز اتكلم عنها النهارده فيراري اف 40 1987. من وجهه نظري ان العربيات اللي الزمن بيتوقف عندها، دي اخر عربيه انزو فيراري اشرف عليها وشافها وهي خارجه من مصنع فيراري. كان الهدف من العربية دي إن هي عربية بتحتفل بيها فيراري بعد مرور 40 سنة. كان مطلوب إن العربية دي تكسر أرقام قياسية كبيرة جدا، بنتكلم عن 478 حصان
وطبعا ده رقم مرعب يا جماعه في وقتها، وعربيه شرسه جدا، عربيه متعاملت للرجاله، ما فيهاش تكييف، ما فيهاش اكسسوارز، ما فيهاش اي حاجه، حتى المقابض حاجات بسيطه جدا. العربيه دي كان معروف عنها ان هي بتعاقب السواقين الفشله اللي ما بيعرفوش يتحكموا فيها، لان هي اخر عربيه بيور انالوج. يعني ايه بيور انالوج؟ من فيراري، يعني عربيه انا اللي بتحكم فيها بالكامل، انا السواق وانا الدريكسيون وانا الكاوتشات والطاره والجير بوكس واي حاجه تانية انت عليك، عكس العربيات اللي بعد كده فيها مساعدات اكتر او سمارتر اكتر، لحد ما وصلنا النهارده العربيات بتسوق نفسها. طبعا العربيه دي كانت وحش متصمم عشان يكسر القواعد الهندسيه كلها، قطعه فنيه وهندسيه يخلدها التاريخ. كانت دي حلقتنا النهارده من شاف نيوز. لو مش مشترك معانا هيفوتك الابديتس اللي جايه. اتمنى تكون الحلقه عجبتكم واستفدتوا معانا معلومات جديده. تابعونا for more updates. Peace.